بسم الله الرحمن الرحيم. حابب ابارك لاخواتنا الزملكاويه على النقطه والنادي المقاولين الذهاب عملتها، وده نتيجه الفرحه الزياده في اول ماتش. ودايما الزمالك لما الجمهور بيقعد يكبر في اللعيبه والفوز والفرحه الاستراتيجيه، بعرف على طول الفريق هيتنكس بعد كده. حتى كل كلام الزملكاويه على لاعب البرازيل اللي عمل لقطتين وخلاص. في لعيبه كتير في الدوري المصري عملتها وبتمرقص، وفي انديه وسط عادي. يعني عندنا امام عاشور بيمرقص سوق الارض، حتى احمد عبد القادر، بس عشان لاعب فردي، عشان كده مش حابينه في الاهلي. بس هو انا بطمن يعني لما الزمالك بيتكلم بالطريقه دي، كلامهم كتير على الفاضي وتلاقي المحصله في الاخر صفر. فالقادم اسوأ للزمالك. وارجع برضو اقول لك الزمالك هيبقى تالت يا رابع، افتكروها يعني، بس هي حلاوه تروح. حتى الكابتن ايمن يونس كل كلامه هو بيرفع من روح المعنويه للعيبه وخلاص، بيحاول يسند الزمالك في الفتره دي. ده راجل زملكاوي معروف انه زملكاوي فحقه. اما بقى الكابتن محمد معروف، انت عايز ايه؟ انت راجل انتمائك للزمالك ومعروف من نطه بتاعت في ماتش الزمالك في زكريا الورد اللي هو لاعب المغربي في ماتش سيراميكا من سنتين. لما حطيت ايدك ورجعتها تاني لما افتكرت ان عنده انذار، رجعت الاهلي والحكام الاهلي والحكام. انا نفسي مبسوط ان محمد هاني طلع، ان شاء الله يقف سنه. بس انا بتكلم ليه الغل اللي جواك، ليه الغل ده؟ انت زعلان الاهلي اللي لعب ماتش حلو وكسبان؟ ده انت راجل يا بختك اتفرجت على الماتش من قلب الملعب. متخليش الغل يسودك، وراعي ربنا في قراراتك. ربنا اللي هيحاسبك مش الزمالك مش هيشفع لك يوم من الايام. حابب الكابتن معروف مالكش دعوه بالاهلي والاتحاد والنفسي الرابطه لجنه الحكام يبعدوا عن الاهلي، لانه واضحه يعني تحيزه للزمالك وكرهه للاهلي. طالما انتمائه غالبه هيبقى المشاكل كتيره في طوشه الاهلي، هنمنع مشاكل من دلوقتي. فانا يا ريت يعني. وبالنسبه للكابتن زيزو، الزملكاويه مناموش، جاب جولين معلمه وجولين من اللعب، مش ضربات جزاء. راجل بقى من ضمن النجوم، هو في الزمالك كانوا بيخدموا عليه بالنجم الاوحد، اما في الاهلي فهو من ضمن النجوم. راجل لعب بروح ولعب بقلب. انا معروف ان الزملكاويه بيربي ابنائهم على حب الاهلي. عايز اقول لجمهور الزمالك اتفرج بقى على نسخه زيزو فعلا واتمتع. انا عارف ان كل ما يجيب جون رصاصه في قلبك، ما بتناموش انتوا، بس هيفضل كابوسكم هو زيزو. تشتمه ما تشتموش، هو زيزو نمبر 1. تخيل بقى اللي عمل له الجون من قلبك، يعني من قلبك عمل الجون لزيزو، فرشق رصاصه في قلبك. ولسه القادم احلى لزيزو والاهلي. جمهور الزمالك ربنا ما بيديش الظالم ابدا. فلو عاوزين تعرفوا الاهلي اللي ظالم ولا مين، هتلاقوا نفسكم انتوا في كل حاجه. فشلتوا انكم تديروا الزمالك لانكم انتوا مصلحه، رحتوا جبتوا شركه تديركم. انا المشكله فيكم انتوا، عمر ربنا ما هيديكم. كفايه عليكم زيزو. سلام يا باشا، احنا الاهلي.